3-2. هو 3-2. هو ماشي الارجنتين، هو ما يحبش يقول ميسي، هو يقول لك الارجنتين. سفيان باين ميدو. انا ما توقعتش قاسي، يعني بامكانك تتوقع. بس حتى ما قلتلناش التوقعات تاعك. انا نقول الارجنتين. انا نظن الارجنتين. الارجنتين في اسم. نعم. اثنين ارجنتين اثنين ارجنتين. المنتخب الارجنتيني قوي في كل الخطوط، حارس مرمى من احسن حراس في العالم. نعم. دفاع، وسط ميدان، هجوم. المقابله راح تكون صعيبه، الافضليه بالك الناس تشوفها بزاف من جهه الارجنتين. مخاوف لدى المغاربة من انفلات الأوضاع داخل المنتخب بغض النظر عن النتائج الإيجابية التي يحصدها. ولكن الأداء سيء أيضا، الأداء لا يرقى إلى مستوى الأسماء الموجودة في تشكيلة المنتخب المغربي الذي يعج بأسماء رنانة ويعج بنجوم من مختلف الأندية. أنا أعتقد أنه كان على الاتحادية أن تستبدل المدرب. ما قاله الإعلام الجزائري عن المنتخب المغربي في دورة الألعاب الأولمبية باريس وحظوظه للصعود إلى منصة التتويج. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. المنتخب المغربي أجرى مقابلة حبية مع فريق مغبور، أنا مرمى فريق يعني في الدرجة يكسري لتحت ولا ربح ب2-1. حكيم راه بيلانتي ولا 2 ولا ما على باليش، ولكن ما شفنا لا نتائج لا لقطات لا والو باش غادي نحكموا. بيني وبينكم مهم سكيتي وراه مكمل، فغادي نشوفوها نهار 24 كيفاش غادي تدخل بتشكيله مع الارجنتين. والله ما راني فاهم شي حاجه. هو جدوا عليك هدف، يعني فريق مغمور يسجل عليك هدف، يعني الدفاع كان مشركل. يعني انت مع الارجنتين، هذا فريق مغمور، ومع الارجنتين كيفاش غادي دير؟ تربح الارجنتين الماتش مع الارجنتين عاود. اسكتي وعندك ديرها، خلينا نشوفوا المقابله. باقي ما تدس فيها اسكتي، والله يرحم والديك. الله يجيب الخير وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي. يستعد المنتخب المغربي الأولمبي للدخول في غمار منافسة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن فئة كرة القدم لمواجهة المنتخب الأرجنتيني. وسيواجه المنتخب المغربي الأولمبي نظيره المنتخب الأرجنتيني يوم الأربعاء المقبل 24 يوليوز على أرضية ملعب نادي سان تيتيان ابتداء من الساعة 3 زوالا بالتوقيت المحلي. ويذكر أن المنتخب المغربي الأولمبي يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب المنتخب الأوكراني ومنتخب الأرجنتين بالإضافة إلى المنتخب العراقي.